هل ممكن تكون فاكر تفاصيل حياة ما عشتهاش؟ يعني تتذكر شارع كنت ماشي فيه، في بلد عمرك ما زرتها، ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، أو تحلف إنك كنت جندي في حرب حصلت من 100 سنة. الغريب إن آلاف الناس حول العالم بيقولوا نفس الكلام. في بنت في إنجلترا اسمها جيني، من وهي صغيرة بتقول إنها كانت ست فرعونية، وكانت بتحكي تفاصيل دقيقة عن معابد وأسامي ما كانتش تعرفها. لما كبروا عرضوها على دكاترة نفسيين، قالوا دي حالة نادرة اسمها الذاكرة المترسبة، أو ممكن تناسخ الأرواح. لكن هل ده معناه إن فعليا في أرواح بتتنقل؟ العلم بيقول لأ. اللي بيحصل غالبا إن المخ بيتلخبط بين الخيال والذاكرة الحقيقية. ممكن تشوف مشهد من فيلم وانت طفل وتكبر تفتكر إنك عشته. بس الأغرب، في حالات بيتأكد فيها إن الشخص عنده معلومات عن مكان أو وقت عمر ما شافه. زي ولد في الهند افتكر إنه كان راجل مات مقتول، ووصف القاتل والمكان. لما راحوا لقوه، كانت التفاصيل صح بنسبة 90%. العلم لسه مش قادر يفسر كل الحالات، بس اللي أكيد إن عقل الإنسان مليان بأسرار كتير، ويمكن حياته اللي فاتت لسه ما خبتش كل الأسرارها. لو عندك معلومة أو حكاية جميلة أو غريبة، اكتبها لنا في الكومنت، ممكن تكون هي الفيديو اللي جاي. وما تنسوش الاشتراك واللايك عشان يوصل لكم كل جديد.